هيطمع في المباراة وفعلا طمع في المباراة، هدف اول لبتروجيت بدون رقابة خالص من مصطفى الجمل، رايح لوحده وبدون اي محاولات دفاعية معاه يسجل هدف. اقسم بالله احنا ما نستاهل نقطة، مش هقول لك نكسب، لا ما نستاهلش حتى التعادل. النتيجة دي نتيجة عادلة، نتيجة عادلة للفضائح التحكيمية. لان انت لو هتيجي تبص لفريق بتروجيت ليه ركلة جزاء مليون المية على عم الونش اللي راجع من اصابة ما تفهمش هو مين ولا بيعمل ايه ولا هو بيلعب فين في الملعب، هو بيهنطش وخلاص، بس هو ونش لازم يلعب. كارت احمر كان المفروض كمان على الزمالك. ركلة الجزاء اللي اتحسبت وبعد كده ايه ده؟ ايه ده؟ طيب اتعادلنا، انا معرفش اتعادلنا ازاي، بس دلوقتي اهو جون واتعادلنا. ايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه؟ انا مش عارف، انا مش عارف. ادينا بنشوف عم عبد الله، كرة ناصر منسي، ده مدافع بتروجيت هو اللي جابها في نفسه. مدافع بتروجيت اهو هو اللي جابها في نفسه. النقطة دي والله ما نستحقها، يعني كده نتيجة اهو 1-1 ما نستحقهاش. زي ما قلت لك في فريق بتروجيت يستحق هو اللي يكسب بسبب الفضيحة التحكيمية اللي احنا شفناها. واحنا كزمالك او بالنسبة للعيبة الزمالك دي شوية لعيبة مستنيين ركلة جزاء، شحاتين ركلة جزاء، شحاتين فوز، ما بيعرفوش يكسبوا بالروح، ما بيعرفوش يكسبوا بالعرق. لا احنا مستنيين الحكم يدينا ركلة جزاء، يعمل لنا اي حاجه. ده الكروت يا معلم الصفرا لو هتيجي تعد هتلاقي لعيبه بتروجيت هي اللي اكتر، رغم ان في كارت اصفر على زيزو، كارت اصفر على بعض اللاعبين الاخرى، وفي كارت احمر على الونش اساسا. فانت ما تفهمش ايه اللي بيحصل، ولكن نقطه انت ما تستحقهاش. يعني انت في المشكله دي كلها انت ما تستحقش اصلا النقطه دي. والمشكله كمان مش مشكله مدير فني، والله هي المشكله مشكله لعيبه. فانت ما عندكش لعيبه، عندك واحد عاوز 100 مليون علشان بيجري ويهنطش وركنيه وفاولاته بس، ومستني ركله الجزاء عشان يجيب جون يقول لك انا هداف. هو ولا هداف ولا نيله.